أدوية الكحة الموجودة في السوق كتيرة، بتختلف من حيث التركيب والاستخدام على حسب نوع الكحة والسن والحالة المادية للمريض. في الفيديو ده إن شاء الله هنحاول نشرح الفرق بينهم. أي مريض بيشتكي من كحة جافة بنشوف شوية نقط زي دي، زي مثلا لو عنده انفلونزا موجودة دلوقتي، واللي من أعراضها زي ما قلنا في الفيديو اللي فات صداع وتكسير في العظم، ارتفاع في درجة الحرارة أو احتقان في الحلق، أو لو في تاريخ مرضي قريب لنزلة برد، ودي زي ما قلنا قبل كده اسمها بوست فايرال كف. وبالمناسبة لو انت ما شفتش الفيديو اللي فات عن الفرق ما بين نزلة البرد والإنفلونزا فأنا سايبالك اللينك بتاعه في الوصف، ادخل اتفرج عليه هتستفاد جدا. وتاني نقطة بندور عليها هي لو المريض بياخد أي أدوية ضغط، لأن بعض أدوية الضغط اللي من عيلة ال ACE inhibitors بتكون أشهر أعراضها الجانبية هي الكحة الجافة. لو المريض بيعاني من الجرد اللي هو حرقان في المعدة أو أي مشاكل في المعدة عموما أو ارتجاع، وده لأن ارتجاع المريء من أهم أسباب الكحة الجافة. بنستخدم أدوية بتشتغل على مركز السعال في المخ وتقلل منه. لو جينا بقى للكحة المصحوبة ببلغم فدي بنستخدم لها مذيب للبلغم، أو بنستخدم لها طارد للبلغم، أو ممكن كمان نستخدم مواسطة للشعب الهوائية، وده كويس للكحة خاصة لو المريض بيعاني من ضيق تنفس. وكمان في معلومة مهمة لازم ننوه عليها، وهي إن ممنوع استخدام مضادات السعال اللي بتستخدم في الكحة الجافة. وده ليه بقى؟ لأنها هتوقف الكحة، وإحنا هنا مش عايزين نوقفها لأن هي الوسيلة الوحيدة لطرد البلغم. وكمان في بعض الدكاترة بتفضل وصف الأدوية طاردة للبلغم الصبح والعصر بس مش بالليل، لأن هي بتزود الكحة وقت النوم. لو دخلنا على تاني حاجة معانا وهي الرضع والأطفال أقل من سنتين، في حالة الكحة الجافة ممكن نستخدم نقط، وعندنا منها نوعين. عندنا النوع الأول بيكون عبارة عن تركيبات عشبية وده الأأمن، وعندنا النوع التاني ده بيكون عبارة عن تركيبات كيميائية، والجرعة بتكون عبارة عن 10 نقط 3 مرات يوميا. ممكن كمان نستخدم شراب للكحة الجافة زي اللي موجود قدامك ده، وفي كمان متوفر للنوعين الكحة الجافة والكحة البالغة برضو زي النوع الموجود قدامك في الصورة ده، والجرعة بتكون عبارة عن معلقة صغيرة 3 مرات يوميا. تالت حاجة ممكن نستخدمها هي اللبوس، بتكون نص البوصة من مرتين لثلاث مرات يوميا. أما بقى لو كانت الكحة ببلغم فممكن نستخدم نقط زي الموجودة قدامك ديت، الجرعة بتاعتها بتكون 8 نقط 3 مرات يوميا، وغالبا بتنتج عنها أعراض جانبية زي اضطرابات الجهاز الهضمي. ممكن كمان نستخدم أي نوع شراب من اللي موجود قدامك ده ونستخدم منه معلقة 3 مرات يوميا، أو ممكن نستخدم لبوس زي برضو الموجود قدامك ده، وبتكون لبوسة واحدة صباحا ومساء، ودي بتكون مشهورة كمان في نزلات البرد عشان بيدخل في تركيبها باراسيتامول. طبعا أنا هنا ما جبتش كل حاجة عشان زي ما قلنا الأدوية كتيرة وبتختلف من شخص لشخص، وبتختلف كمان على حسب الحالة. أنا حاولت أفيدكم على قد ما أقدر، وإن شاء الله تكونوا استفدتم ولو بمعلومة بسيطة واحدة. سلام عليكم.